مساء الخير يا شباب ميدل 3. هنشتغل النهاردة النموذج الاسترشادي جيومتري لمحافظة الجيزة. يلا بينا نمبر 1. هنا AB parallel ل CD، يبقى السلوب بتاعهم equal. يبقى عندنا على طول، يبقى لو السلوب هنا 2 over 3 يبقى ال CD هيبقى 2 over 3. اوكي، parallelogram ABCD AC angle A plus angle C equal to 120. طيب احنا عارفين البارالوجرام ان هو each two opposite angles are equal اهو. يعني نرسم بارالوجرام A B C D، فاحنا عندنا ال A وال C دول equal، فالسم بتاعهم ب 220. عايزة اشوف ال A بكام وال C بكام، اعمل divided by 2، يبقى كل واحدة فيهم هتبقى 110. يبقى دي 110. مش منطقي ان تبقى دي 110، نخليها هنا ادي ايه بي سي دي 110 وهنا 110. طيب احنا عايزين انجل بي. طيب ال sum of two angles جنب بعض، ال consecutive angles السم بتاعهم 180، يبقى هعمل 180 minus 110 هتبقى على طول 70. يبقى ال answer is 70. Okay. The equation of the straight line which passing through the origin point، أول ما يقول لي إن هو passing through the origin point يبقى c equal 0 على طول and the slope equal 1، والسلوب بتاعنا ب 1، يبقى أقول بتاعنا y equal mx plus c. هشيل أنا الm واكتب مكانها 1 والc طبعا بزيرو فمش هكتبها خالص أهو، يبقى y equal 1x أو y equal x على طول، ال1 مش بنكتبه. اوكي. supplementary angles، انت عارف ان supplementary angles السم بتاعهم ب 90. سوري، هو هنا complementary 90، ال supplementary 180. يبقى ال complementary السم بتاعهم ب 90 وال supplementary السم بتاعهم 180. هكتبها لك اهو supplementary، دي حاجات تراكمية المفروض تبقى عارفها. 180 complementary 90. طيب واحدة فيهم 50 يبقى التانية كام؟ هعمل 90 minus 50 يبقى equal 40. اوكي، يا رب تكونوا مستوعبين. اوكي نمبر 5 عندي A B C D is a square. طيب السكوير ان الانجلز كلها بتاعته 90، كلنا عارفين الكلام ده، الانجلز كلها 90. هسميه A B C D. طيب هو عايز انجل A C A B، ادي C A B. الدايجونال هنا بايسكت الانجل، يبقى دي قد دي على طول، يبقى كل واحدة فيهم بكام؟ هعمل 90 divided by 2، يبقى كل واحدة فيهم 45. اوكي. طيب عندي two slopes negative 2 over 3 and k over 6 two perpendicular straight line. perpendicular يعني التايمز بتاعهم بنيجاتيف 1، يعني لو عملت لهم تايمز هيدينا نيجاتيف ايه 1. طيب يلا بينا، يعني النيجاتيف هتروح مع النيجاتيف يبقى 2k over 2 times 3 sorry 3 times 6 equal 18 equal 1. هعمل scissors way اهي، يبقى 18 over 2 يبقى k equal 18 over 2 اللي هي 9. اوكي، عشان ال perpendicular m1 times m2 equal negative 1، يبقى الإجابة هتكون 9. فين 9 اهي. two perpendicular، عايز ال perpendicular distance between two straight lines x minus 2 equal 0 x plus 3 equal 0. هودي الناحية التانية تبقى x equal 2، هودي الناحية التانية تبقى x equal negative 3. distance يعني هعمل لهم minus، ادي 2 minus negative 3 يعني plus 2 جوه absolute value هتبقى 5 units. اوكي. اللي بعديها the length if the length of two sides 3 و 4 then the length of the third side might be ايه. الثيرد side بنعمله ايه عشان نجيبه؟ ما اعمل لهم difference وما اعمل لهم sum، يعني 4 minus 3 1 و 4 plus 3 7، يبقى الثيرد side بيكون in between 1 and 7، يعني 1 مش هينفع وال7 مش هتنفع ومش هينفع اكبر من 7 8، يبقى الاجابة هتكون 6. يلا بينا trigonometry.
if cosine x plus 25 equal half. هعمل shift cosine للهاف عشان اشوف الانجل دي بكام. يعني x plus 25 دي كلها الانجل. shift cosine للهاف هتطلع ب 60. طبعا انت عارف بتعملها ازاي. اوكي، تطلع ب 60 على طول. طب انا عايزه اجيب الاكس بكام؟ اودي دي هناك بالماينس، يبقى 60 minus 25 هتبقى 35. يبقى الانسر is 35. Okay, let's go to number 10. Number 10, without using calculator find the numerical value of. طيب قال لي without using calculator، يبقى انت لازم ترسم الايه two triangles بتوعك اللي هما ايه بقى، اللي هما 30 60 triangle، بيكون اللي opposite ليه 1 وهنا 2 وهنا 3، وال 45 triangle isosceles triangle في right angle 45 45 1 1 و 2. اوكي، sin 45 1 over 2، cosine 45 1 over 2. طلعها من على الرسمة او من الكالكوليتر من دماغك، بس اكتبها 1 over 2. الساين 30 طبعا بهاف، كوزاين 60 هي ساين 30 بهاف، ماينس كوزاين 30 opposite adjacent over hypotenuse هتبقى root 3 over 2، بس هعمل لها باور 2. 1 over root 2 times 1 over root 2 equal half. half times half هتبقى 1 over 4 minus 3 over 4. وأعمل الكلام ده كله على الكالكوليتر بقى. اوكي، او اعمله طبعا بدماغ، مفيهوش حاجه سهل. هتبقى كل ده بزيرو. اوكي، نمبر 11. عندي right angle triangle at B. ادي right angle triangle at B. A هنا و C هنا. AC equal 10 centimeter، BC equal 8 centimeter. طبعا نعرف نجيب AB. هعمل square root 10 باور 2 minus 8 باور 2 هتبقى equal 6 centimeter. عشان انا بجيب side بتبقى minus. بيقولي prove that. هيبقى عندي left hand side و right hand side. sin A sin opposite over hypotenuse يبقى 8 over 10 all power 2 plus 1. كل ده شوفوا كام. اوكي، my plus 1 هتطلع كلها 41 over 25. دي الانسر بتاعت right left hand side. right بقى 2 times cosine C cosine adjacent over hypotenuse power 2 plus cosine A adjacent over hypotenuse all power 2. يبقى هعمل 2 times power 2 plus power 2 هتطلع نفس الكلام 41 over 25. اوكي، يبقى left hand side equal right hand side، يبقى هما الاتنين equal. ABC is a diameter. طبعا تعرف ان الديامتر اهو بيبقى في النص الايه ال center of the circle. عندي البي ب 8 and 11 والسنتر عندي 5 و 7 والاي مش موجودة، هسميها x and y وابدأ اجيبها. اوكي، لو هو عايزها يعني. طب هو مش عايزها، هو عايز ال circumference of the circle. circumference 2 باي r، يبقى لازم يبقى عندي radius. radius هجيب الديستانس من السنتر للبي. عارفين طبعا اقول الديستانس، هعمل difference between ال x باور 2 difference between ال y باور 2. ممكن نعمل 8 minus 5 و 11 minus 7. اوكي، 8 minus 5 هتبقى 3 باور 2 plus 11 minus 7 هتكون كلها 5. يبقى radius is 5 length unit، يبقى radius بتاعي 5. يبقى عشان اجيب ال circumference 2 باي r يعني 2 times 5 times باي يعني 10 باي. اوكي، طب عايز ال equation of the straight line which is perpendicular to AB from point A. يعني عايز point A برضو زي ما انا قلت لك لازم هنجيبها. هنجيب point A بالميد بوينت، يعني x plus 8 over 2 عشان ال M دي ميد بوينت لل AB and y plus 11 over 2 كل ده equal مين؟
5 and 7. First equal first يعني x plus 8 over 2 equal 5 و y plus 11 over 2 equal 7. 2 times 5 equal 10 يبقى x plus 8 equal 10. وادي دي بالماينس هناك يبقى الاكس ب2. يبقى طلعنا هنا الاكس احنا دي ب2 اهي كتبها فوقيها اهو. يبقى الاكس equal 2. تعال نشوف بقى الواي. برضه دي هتبقى هناك تايمز يبقى y plus 11 equal 14. وادي دي هناك بالماينس يبقى y equal 14 minus 11 هتبقى equal 3. صح الكلام. يبقى الواي ب3. خلاص يبقى انا جبت البوينت اللي انا هشتغل عليها اللي هي ايه اللي هي 2 and 3 دي الاكس والواي بتاعتي. طيب عايزين ايه تاني؟ عايزين البربنديكولار. عايز الايكويشن اوف perpendicular line of AB. عشان اجيب البربنديكولار لاين لازم اجيب السلوب. تعال نجيب السلوب of AB. y2 minus y1 اي 2 points A B M اي حاجة اي 2 points موجودة على اللاين. انا هجيب السلوب of BM هو نفس السلوب of AB عادي. يبقى 11 minus 7 على 8 minus 5 ده السلوب بتاع BM. 11 minus 7 على 8 minus 5 تبقى equal 4 over 3. بس ده مش السلوب اللي انا عايزاه. انا عايزه مين؟ انا عايزه البربنديكولار عليه. هشقلبه واغير الساين turn over و change sign يبقى 3 over 4 وهتبقى بالنيجاتيف. هو ده السلوب اللي انا عايزاه. يبقى انا عايزه السلوب ده اهو وعايزه البوينت دي اجيب منها السي. تعالى يلا نجيب السي بقى. y equal mx plus c. هتشيل الام دي وتكتب مكانها ال2 والواي هتشيلها وتكتب مكانها ال3 والاكس هتشيلها وتكتب مكانها الام الاول حاجه اللي هي نيجاتيف 3 over 4 times x equal 2 والواي ب3. دول هيبقوا على الكالكوليتر هيبقوا نيجاتيف 3 over 2 بلس c كل ده equal 3. ودي دي هناك بالبوزيتيف يبقى c equal 3 بلس 3 over 2 يبقى 3 بلس 3 over 2 تطلع ب 9 over 2. خلاص جبنا ال C واكون الايكويشن بتاعتي عادي جدا. يعني يلا بينا نكونها عشان ما تتوهش مننا اهي. يبقى y equal negative 3 over 4x plus 9 over 2. خلصت على كده. هنا بيقولي prove that ان الستريت لاين اللي بيعدي بيهم parallel لللاين ده. فانا هجيب m1 واجيب m2. السلوب الاولاني نيجاتيف التاني نيجاتيف coefficient of x يعني نيجاتيف 1 يعني 1 على coefficient of y اللي هي 3 يبقى third. تعال نجيب السلوب من 2 points يبقى y2 minus y1 على x2 minus x1 يبقى 4 minus 3 على 2 minus negative 1 يعني plus 1. فدي هتبقى 1 وهنا third يبقى third برضه. هقوله m1 equal m2 يبقى line 1 ده هيكون parallel لline 2. number 14 find the equation of a straight line وهعطيك السلوب وهعطيك البوينت اللي بتعدي بيها x و y. يبقى اقول y equal mx plus c. الام عندك ب3 والاكس عندك ب1 والسي مش عارفينها والواي ب2 يبقى 3 plus c equal 2 وادي دي هناك بالماينس يبقى c equal negative 1. c بنيجاتيف 1 والسلوب عندنا. يلا بينا نكون الايكويشن y equal 3x minus 1 دي الايكويشن. prove that ان هما كولينيا. عندك كذا طريقة يا تعملها بالديستنس يا تعملها بالسلوب. الديستنس ممكن نجيب الديستنس بتاعت AB و BC و AC واشوف اكبر واحد مين واعمل sum للاتنين التانيين هيطلع قده. طيب انا هشتغلها بالسلوب. هشتغل السلوب اي اتنين فيهم. ممكن عاوز تعمل التلاتة اوكي. انا هعمل السلوب of AB negative 1 minus 5 و negative 3 minus 6. خد بالك هتبدأ من البوينت دي تبدأ كله من هنا. تبدأ بالواي يبقى نيجاتيف 6 over نيجاتيف 9. النيجاتيف هتروح مع النيجاتيف divided by 3 هتبقى 2 over 3. ده أول سلوب. تعالى نجيب السلوب بتاع مين؟ بي سي.
يبقى 3 minus 5 على 3 minus 6. 3 minus 5 negative 2. 3 minus 6 هتبقى negative 3. negative هتروح مع negative 2 over 3. خلاص السلوب ده بتاعهم equal، يبقى هم على طول ايه؟ m of AB equal m of BC. عايز تجيب ال AC برضو تمام، يبقى هما collinear على لاين واحد على طول. اخر سؤال معانا ABCD is a quadrilateral. عطينا ال A وال B وال C وبيقول لي prove ان هو rhombus. عايز تثبتها بأي طريقة انت حر. الرhombus السايز بتاعته كلها equal، يبقى انا لو عايزة اجيب الديستنس هجيب AB، وطبعا الدايجونالز بتاعته مش equal. BC CD AD. يلا بينا نجيب الديستنس بتاعت كل واحدة فيهم. المفروض يطلعوا كلهم equal يعني. خد بالك ايه بقى ايه هو قايل لك ايه؟ A B C D. امشي بالترتيب. يبقى 5 minus 6 باور 2 و 3 plus 2 باور 2. 5 minus 6 1 باور 2 1 plus 3 plus 5 2 5 باور 2 25. يبقى هتبقى root 26. هنخش على بي سي. 6 minus 1 باور 2 و negative 2 plus 1 باور 2. يبقى ده هتبقى 25، ودي هتبقى negative 1 باور 2 ب 1 هتبقى root باور 2 26. length unit root CD 1 minus 0 باور 2 negative 1 minus 4 باور 2 برضه هتطلع root 26. طيب اللي بعديها واخر واحدة اهي AD 5 minus 0 اللي هي هتبقى 5 باور 2 25 و 3 minus 4 هتبقى 1 برضه هتبقى root 26. طيب هو عايز حاجة تانية، خلي بالك هو عايز الآية. هو الآية هنا equal ايه بقى؟ الآية هنا equal half diagonal 1 times diagonal 2. ايه ده؟ مضطرين نجيب الدياجونالز، يبقى لازم اجيب ال AC diagonals اهم، ال AC وال BD. ال AC اجيبه برضو distance، وال BD distance بتاعته كام؟ نفس الكلام. يلا بينا. A مع C يبقى 5 minus 1 باور 2 و 3 minus negative 1 يعني plus 1. 5 minus 1 اللي هي 4 باور 2 هتبقى 16 و 3 plus 1 4 باور 2 16. يبقى root 16 plus 16 هتطلع 4 root 2. جميل. length unit. تعال نشوف برضو البي مع الدي. البي مع الدي يبقى 6 minus 0 باور 2 والنيجاتيف 2 minus 4 باور 2. دي هتبقى 6 باور 2 هتبقى 36 ودي هتبقى 36 برضو. اوكي هتبقى 6 root 2 length unit. تمام. يبقى الآية هنا half times 4 root 2 times 6 root 2. اوكي هتبقى 24 square unit. وكده خلاص كل النموذج. بالتوفيق يا شباب. كنت معاكم مس سارة، وسلام.